كل يوم الصبح تصحي بنتها من بدري وتقول لها قومي شغلي عقلك، قومي قومي. حظي إن أوضة نومي جنبهم بالظبط، البوابة اللي جنبينا. كل يوم مراته تصحي بنته بنفس الصوت وبنفس الطريقة وتقول لها قومي وتزقها على الدنيا وتقول لها شغلي عقلك شغلي مخك، الكسل ده مش حلو، وكل الكلام الإيجابي اللي ممكن تتخيلوه وما تتخيلوهوش. زي ما بقول لكم كده، حاجة تبسط وتسعد وتقول لك إن الست المصرية حتى لو كانت بسيطة، متعلمة أو تعليمها بسيط أو ما تعلمتش خالص، هي دافع وحافز كبير لبنتها اللي عايزاها تكون أحسن منها. والله أسعدتني، ورغم إنها بتصحيني من النوم معاهم الفجر، الحمد لله يعني. بس أنا مبسوطة مبسوطة لأني بسمع صوت ست بتقوي بنتها وبتقومها وبتزقها على الحياة زق. وعلى فكرة في كتير مننا من البنات كانوا كده بيتدلعوا ويبقوا مش عايزين يروحوا المدرسة زي حالاتي يعني، بس ماما الله يرحمها كانت دافع كبير جدا ليا. كانت بتزقني على كل حاجة وكانت بتقولي اوعي تتعبي وخلي بالك ان النجاح لازمه تعب. والله هي كانت سند كبير جدا ليا، الله يرحمك يا أمي.